اول حاجه يعني انا اهنيكم يعني على مجهودكم الجميل ده يعني. يعني انا اقول لك يعني اول حاجه انا من مؤيدي دكتور ابو الفتوح، بس انا اعتز جدا جدا بالاستاذ صباحي والتاريخ وتواجده في الثوره وكده. ده شيء عظيم جدا جدا جدا، زي دكتور ابو الفتوح وزي ناس كتير جدا. هل انتوا بتتكلموا على الموضوع ده مش كده؟ طبعا. بص يا ايمن، انا الاول طبعا انا بشكرك بجد يعني على مداخلتك، وان انت يعني بتنتمي لمرشح تاني مش للاستاذ حمدين صباحي. انا متاكد ان الغرض من انتمائك ده سواء كان للاستاذ ابو الفتوح او الاستاذ حمدين صباحي، انت عايز الخير لمصر، ومش شايف طبعا الخير في مصر الا يمكن للاتنين دول. بالنسبه طبعا لك في المقام الاول بترجح ان يكون الاستاذ ابو الفتوح، فانا بشكرك على شجاعتك بجد يعني ان انت بتبين ديت ومش ممانع ان انت تشارك معانا. ابدا ده انا يعني احنا كنا في القنصليه، انا مراقب برضو من حمله الدكتور ابو الفتوح، واصدقائي هشام والاخت رحاب دول برضو اصدقائي من مراقبين الاستاذ صباحي. كنا مع بعض وبنتصور مع بعض قدام القنصليه امبارح. فده شيء يعني يجمعنا في حب في مصر، واي واحد ان شاء الله ينول شرف خدمة مصر، مش رئاسة مصر، خدمة مصر، هنكون احنا سعداء جدا. يعني لو تسمح لي اخي، انا بس لاحظت حاجة قريب كده على الفيسبوك والانترنت شوية مش عجباني، ما اكدبش عليك. لو تسمح لي اتفضل يا استاذ ايمن. اتفضل يا استاذ ايمن. يعني لقيت كده شوية في يعني ايه، مش ما اقولش هجوم، بس يعني ايه، يعني نقد من جانب حملة الدكتور صباحي للدكتور ابو الفتوح. وساعات النقد مبقاش موضوعي، مش عايز اقول في منزلة الهجوم يعني، عشان ان شاء الله ما فيش هجوم ولا حاجة، بس انا يعني بحذر يعني نفسي واخواني من حملة الدكتور صباحي، اللي احنا مش كده. لا دكتور صباحي كده، امين، لا استاذ صباحي كده، ولا دكتور عبد الفتوح كده. احنا التو كامبينز او الحملتين بيحترموا بعض جدا جدا، واهم حاجة اللي احنا نتخلص من الفلول، نجيب واحد بيحب مصر. فيعني انا يعني ارجو اخواني في حملة الاستاذ صباحي يركزوا على مواجهة الفلول، ويركزوا على البرنامج بتاع الصباحي قد ما يركزوا على مهاجمة من غير اساس يعني. فيعني ده بس تعليق الصغير. انا معاك يا ايمن صوتك برضه يا استاذ ايمن، وبنأكد ان حملة المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي بتجل وتحترم تاريخ دكتور ابو الفتوح، وبنأكد تاني ان في احترام متبادل ما بين المرشحين وبين الحملتين. لكن ايه شكل الاساءة اللي استلفت نظرك يا استاذ ايمن؟ لا هقول لك حاجه، انا يعني ما احبش اذكر الاساءه، بس بحب جايز بحب اقول تحذير بسيط لاخواني من الجانبين. يعني اهم حاجه دلوقتي اللي احنا ما نركزش انت قلت لي ايه وانا قلت لك ايه، بس جايز نلفت نظر بعضنا البعض. يا جماعه ايه، خلينا مع بعض، خلينا ايه، ما نركزش على الحاجات دي من غير دخول في التفصيلات على الانترنت والفيسبوك. وانا مش بحب الحقيقه اذكر اي حاجه نيجاتيف في الوقت ده بين الراجلين دول، عشان دول ما شاء الله يعني امل مصر ان شاء الله في المستقبل. بس بحذر من الناس اللي هم ركز على البرنامج، ركز على مقاومه الفلول. احنا عندنا فلول نازلين في انتخابات، فركز على مقاومتها دي، وان شاء الله الاصلح من الاثنين. يعني كل واحد طبعا يتمنى ان مثلا اللي هو شايفه افضل يعني يبقى في خدمة مصر، بس ان شاء الله الاثنين يعني ان شاء الله ممتازين باذن الله. مش عايز اذكر الحقيقه حاجات اتقالت، بس زي بحذر بس منها يعني. طيب ايمن خليني اسالك سؤال. طبعا اتفضل. ترشيحك للاستاذ ابو الفتوح، ايه اللي شايفه في الاستاذ ابو الفتوح مش موجود؟ مش هقولك في باقي المرشحين، ولكن يعني هسألك واقول لك ايه اللي موجود وخلاك يعني تختار الاستاذ ابو الفتوح عن الاستاذ حمدين صباحي؟ ايه اللي رجح كفة؟ سؤال كويس جدا. اتفضل. اول حاجه انا ادي لك خلفيتي، انا اكتيفست هنا من زمان يعني. انا يعني اللي كان ليا شرف تنظيم وزارات مصر وزمان العراق وفلسطين، فليا في مجال العمل مش عايز اقول الثوري بس الحق.
انا اللي يجي يرقص مصر او يخدم مصر لازم يكون في 3 حاجات، 3 حاجات مهمين لازم يكونوا موجودين فيه. اول حاجة اللي هو يمشي على مبادئ ثورة مصر، بمعنى يحمي المبادئ دي. انا وحضرتك كلنا نقدر نبني ان شاء الله، كلنا المهندسين والافكار وكل ده موجود، بس لازم عايزين واحد يحمي مبادئ ثورة مصر. والحاجة دي الحمد لله موجودة في الاثنين، في الدكتور ابو الفتوح والاستاذ صباحي موجودة، ويعني ان شاء الله دي يعني واحنا مغمضين عارفين اللي هي فيهم. تاني حاجة بقى بكلمك انا از اورجنايزر، از واحد بينظم حاجات كتير وكده. انا برضو اللي لازم يجي يعني يخدم مصر يكون عنده خبرة ادارية كبيرة جدا، خبرة ادارية وتنظيمية كبيرة قوي. انا على سبيل المثال لما بنظم اي ايفنت لازم اشتغل لها 2-3 ولازم يكون معايا ناس كده نقعد نفكر بالورقة وقلم. فانا شايف دي شوية الدكتور ابو الفتوح متفوق فيها سنة نتيجة خبراته سواء مع جماعة الاخوان المسلمين او غيرهم، يعني سواء نتفق معاهم او لا نتفق معاهم، بس هو عنده الخبرة دي. الحاجة الثالثة اللي لازم اللي يجي يبقى عنده قدرة يحتوي كل فئات الشعب من جميع اختلافاتها من غير انفعالات. انا هقول لك بكل صراحة، انا مثلا كشخصيتي كأيمن انا جايز زي الاستاذ صباحي اكتر من ناحية الايه، انا اواجه الحق وازعق وانفعل جامد جدا مع الحق. ساعات ما اقدرش قوي يعني ايه افرمل نفسي. انا شايف ده برضه دي ميزه شويه بالدكتور عبد الفتوح، اللي هو يقدر يفرمل نفسه في الوقت المناسب ويقدر يحتوي الفئات المسيحيين والغير والمسلمين والاقباط والفقراء والاغنياء وكل الناس، ما يزعلش يعني يحط الناس كلها يحضنهم. فهي دي الحاجتين اللي انا شايف الدكتور ابو الفتوح يعني يتميز شويه على الاستاذ صباحي. وبرضه مش معنى كده ان الاستاذ صباحي ده انسان كلنا نعتز بيه. تمام يا ايمن، بس انا يعني عندي تحفظ على كلمة الخبرة ديت، يعني فاهمني ان احنا اعتقد ان محتاجين برنامج بيلبي طموحات الشعب المصري كله زي ما حضرتك ذكرت. لو احنا بصينا للخبرة يبقى كلنا هنتوجه باصواتنا لعمرو موسى، فاهمني؟ يعني عملية الخبرة والادارة التنظيمية، وانت فاهم وعارف كويس ان رئيس الدولة واحنا بنأسس دولة جديدة، دولة 25 يناير، بيكون حوله مجموعة من المستشارين طبعا اللي بتدعمه في كل المجالات. طبعا ان يأتي الرئيس تماما. بس انا لو تفتكر انا قلت رقم 1 ويمكن 1 و2 و3، واحد يقدر يحمي الثورة. عمرو موسى عمره ما هيحمي الثورة، عمره ما هيجيب الثورة. أكيد. فلازم الحاجة الكبيرة دي أو رقم 1 تكون موجودة، والحمد لله موجودة في الاثنين، دكتور ابو الفتوح والاستاذ صباحي. حاجة 2 بقى القدرة التنظيمية العالية، هي دي انا شايفها شويه، لكن مش هي دي بس. مع القدره التنظيميه، ما احمد عز عنده قدره تنظيميه، كان بيدير مشاريع ومش عارف ايه وكلام من ده، بس كان بيديرها بناء على الظلم والفساد وكده. فيعني انا بجيب الاولانيه الاول وبعد كده ننزل الليفر الثاني يكون عندك دي، فتبتدي تقارن. وانا الحقيقه انا لا انظر للدكتور ابو الفتوح ولا الاستاذ صباحي كشخص ابدا خالص. الشخص ده يعني ولا حتى احنا المفروض ما نهتمش بيها، ننظر اللي هو ممكن ازاي يعني ان شاء الله ياخد باله من مصر. اكيد، ويكون استكمال للثوره ويجيب حق الشهداء. مصر خسرت كتير، شهداء كتير دفعوا عن مصر وضحوا بدمهم عشان انا وحضرتك نتوجه لصندوق الانتخاب ونقول كلمه حقيقيه طالعه من ضميرنا كمصريين، واللي احنا اللي بنتمناه لمصر. طبعا. طيب. بالمناسبه دي انا ممكن اوجه رساله بس للمصريين اللي هنا في امريكا وكده. اتفضل. يعني لو سمحت لي. اتفضل يا ايمن. انا عايز اقول انا شويه عايزهم يتفاعلوا اكتر. يعني دي بلدنا اللي عمرنا لا احنا ولا الجنريشن اللي قبلينا ولا الجنريشن اللي قبلينا انتخبنا في حياتنا. لما يكون لغايه امبارح بس 200 صوت في نيويورك انتخبوا، دي مش حلوه في حقنا لمصر. يعني هو ده مش الصوت، ده مش العدد النهائي يا ايمن، ده مش العدد النهائي، ده احنا طبعا لسه بادئين فتح باب الانتخابات، وطبعا في ناس بيحكمها ساعات العمل
فلسه طبعا عندنا اسبوع كامل، فهتلاقي النهارده وبكره وبعده كل اللي عنده داي اوف بيروح وبينتخب يعني. هو ايمن بيتكلم بالنسبه لعدد المصريين كتير في نيويورك. النسبه مش كفايه. هو كل اللي هيتقدموا للترشيح في امريكا 27,000 تقريبا يا استاذ ايمن. ارجو ان هم يتقدموا ان شاء الله ان شاء الله بمجهوداتنا كلنا ان احنا نوجه طاقة كل المصريين في الخارج بالانتخابات ويتوجهوا لصندوق الانتخاب. احنا عندنا مشكلة تانية ان في ناس كتير كانت تتمنى ان هي تكون مشاركة، لكن للأسف ما عندهاش بطاقة الرقم القومي نتيجة ان اللجنة ما بتجيش كتير. اللجنة لما جت كان ناس قايمة بثورة في واشنطن وفي نيويورك، ولما جت المرة التانية جت يوم سبت بالليل ومشيت تقريبا. يعني لو حضرتك تطلع على الفيسبوك، انا كنت بحارب في الكامبين ده. انا لجنه الرقم القومي كانت في نوفمبر اللي فات في واشنطن دي سي. تمام. وانا رحت سوقت العربيه لغايه هناك، وبعد مناقشات مجادلات كبيره قوي، مفيش داعي ادخل في التفاصيل. عشان احاول اجيبهم هنا، قالوا لي كل اللي نقدر يعني عشان نقدر نيجي نخلي السفير يوسف زاده في نيويورك يتصل بوزاره الخارجيه واحنا نيجي. ده بعد مجادلات كبيره جدا، وحاطط كل الحقائق دي على الفيسبوك. فأفاجأ ان قلت للسفير يوسف زاده او مدير الراجل بتاع المكتبه يعمل كده، افاجأ تاني يوم ان السفير يوسف زاده على التويتر بتاعه بيتهمني انا في مصريتي instead of اللي هو يساعد وحطينا ضغط على وزاره الخارجيه، ووزاره الخارجيه خرجت بيان اللي هم هيجوا. المهم باختصار شديد جدا، انا كاتب التفاصيل دي كلها على الفيسبوك. هم خانونا، وانا بقولها بكل صراحه. القنصليه مصر خانتنا، وزاره الخارجيه خانتنا وكذبت علينا. قالوا لنا هيبعتوا لنا اللجنه في نيويورك نيوجيرسي تاني، وكذبوا علينا. فمعلش، مصر الجديده ان شاء الله هنتخلص من اي حد خان مصر.